بالله من الشيطان الرجيم. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده مع بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونلقى حسنات حلوة كتير. صباحكم فل وسعاده وهنا ورزق وبركه وكل حاجه حلوه. انا عملت الطعميه بتاعتي في الاير فراير، ده شكلها. بخيت عليها بخت زيت صغننه من تحت ومن فوق، خلاص على كده. وحطيتها في الاير فراير بتطلع عسل عسل عسل، بس احط لها سيكه بيكنج باودر عشان ما تبقاش كبسه. تمام بقى، دون اللي هي بتاعتي في الاير فراير، والتانيه حمرتها للولاد في الزيت. وعملت فول بقى وجبنه وسلطه ومخلل، وحمرت قرنين فلفل وبصل اخضر وكده. وبعد كده خدت ابو سيف ونزلنا النهارده الاثنين، خدنا بعضنا الصبح بدري 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 ونزلنا، علشان النهارده اول الاسبوع العتبه بتبقى زحمه جدا جدا وبصوا فوق بعضيها. المهم بصوا الصبح بدري بتبقى رايقه ازاي، بيبقى لسه الناس ما جاتش، وبتبقى الناس لسه ما زحمتش. واحنا راجعين بقى على الساعه 2 كانت الدنيا فوق بعضيها، والله العظيم ما كنا لاقيين عربيه ودراعاتنا اتخدلت، ما بقناش قادرين نشيل. وابو سيف الله يبارك له بقى هو شايل الاكتريه طبعا، وانا عامله زي الايه الست البرنسيسه اللي شايله شنطه ايه شويه كده وشويه كده. طلع عنا على مليان عربيه. ادعوا لي ربنا يكرمني واجيب عربيه يا رب، اللهم امين. ان شاء الله المرحله اللي جايه نحوش بقى للعربيه كلنا سوا. المهم وانا ماشيه دلوقتي، ده هنا كده عند جراج العتبه على يميني، ومحلات العبايات واركان على يمين على يميني برضو. واحنا ماشيين كده واحنا والعيال لقينا، احنا وابو سيف يعني، لقينا ايه، واحد بيبيع حلويات سوري وبيبيع حلويات سوري وحاجات سوري ومخبوزات سوري والكلام ده كله. فقلت لابو سيف تعالى نشتري منه، تعالوا اوريكم الاسعار والدنيا عنده ولهجتهم حلوه. حلويات سوري كم الطبق؟ اي صحن عاملين عرض اليوم 60 بدل 70. جايب لكم اياهم سكرهم بسيط كمان، ما انه سكر عالي. انت سوري ولا ايه؟ هذا الشغل شو الناس من البرازق السوريه، مش البرازق بتاعتنا في مصر. 60؟ ايه نحن ناخذ 2 ب 100. والله يا ب 100 ثمنهم، هم ثمنهم 100. طب زي الفل خلاص. بس لا هاخد 2 بس. مش راضي يا عم خدنا وهنظبط الدنيا معاك. يلا خد، تسلم ايدك. طبعا لا خلاص الله يخليك. اي صحن عامل عرض يا امي 60 بدل 70. ما هو كان فاضي، احنا هنجيب له زباين. شفت انا قلت حلو عليك. شكرا بركة حتى خليني واقف جنبك هتخلص ان شاء الله. الف هنا، الله يكرمك يا رب. ابقى شكل لنا بقى اطباق حلوه بديفور على الغريبه على سابليه. ما بيمشي الحال، الغريبه والبيدي فور بعدين بيبوظوا مع بعض، لازم كل حاجه لوحدها. نفس السعر. اي طبق 60 جنيه. هناك على الاقل هستخدم الطبق تاني، اصلا الطبق هستخدمه. هذا الطبق استخدموه على فكره. هذا اي صحن 60 بدل 70. ربي يسعدك يا رب. جايب لكم اياهم طازه يستاهلوا. انا كله موحد. الله يمشي امورك ويسهل حالكم. نورتون، الله يخليك. تسلم. نجرب الحلويات السوري ونكرمهم، ربنا يكرمهم يا رب. ربنا يكرمهم ويعوضهم يا رب بدل فقدانهم لبلدهم في بلدنا كده يا رب. نجرب بقى يا جدعان الحلويات السوري. اهل سوريا اما اشوف حلوياتكم احلى ولا حلوياتنا احلى، اشوف برازقكم احلى ولا الصعيد احلى. بص شكلها هتمطر، البركه شكلها هتمطر. ده انت عيل بومه، بومت وقلت اللي هتمطر اهي ما هتمطر. ده انت يعني شايف اول مره واحده تقول يا جماعه. بصوا يا جماعه، اللي يقدر على حاجه يعملها، مش عشان سوريا ما تشتروش منه او عشان لا. ساعدوا المصريين وساعدوا السوريين وساعدوا السودانيين، ساعدوا كل الناس. ربنا يا رب يكرمنا يا رب. والله العظيم ربنا لو في ايدي حاجه هعملها. شفت ربنا بيقول لك لو القيامه هتقوم وانت في ايدك بتله اغرسها او فسيله، زي ماما كانت بتقول لي دايما، تقول لي ما تقعديش، ايوه ما تقعديش ما تعمليش حاجه، ولو في ايدك حاجه تساعدي بيها ساعدي، حتى لو فسيله والقيامه بتقوم اغرزيها، مفيش دعوه. ربنا قال كده. تعالى يا فسيله قول لي. جايه يا فسيله، يلا يا حبيبي يلا تعالى نفصل الناحيه دي. بالراحه، انت مش شد صاحبك هيموتني. الله اكبر الله اكبر. عايزه اقول لكم الروايح هنا جميله، في شويه محلات بخور هنا حلوين قوي، بس خلي بالكم عشان ممكن يتنصب عليكم بجد والله. يعني في حاجات كده ممكن يتنصب عليكم فيها، حاجه رمضان اتفرشت وفرش رمضان اتفرش. والنهارده الاثنين اول الاسبوع،
فكمان شويه احنا الظهر بيدن، احنا جايين من قبل الظهر احنا وسيف عشان نلاقي الدنيا هاديه شويه كده، تعد هاديه. كمان شويه مش هتعرفي تحطي رجلك ولا تتحركي. الحاجه بصي اسعارها ضربت الحاجه، اسعارها بقت دبل واثنين وثلاثه ما شاء الله. وهتلاقوا الدنيا ايه بقى زحمه وزي بصوا فوق بعض ما شاء الله. ربنا يزيد ويكتر يا رب ويبارك من المصريين ومن اهل مصر يا رب، اللهم امين. بس حاجه رمضان العيد بالنسبه لي من فوق. الواد بتاع المشروم اللي هنا ده بيبيع المشروم الطبق ب20 جنيه، مش راضي يخفض لي، بقول له خد حبه مش راضي. ابو سيف يقول لي لا غالي وما يغتت عليا. فالله المستعان بقى، ربنا يهدي عليا واجيب منه. بصوا المساجد والدنيا اللي هناك. النهارده اول اسبوع والدنيا زحمه بره وجوه. الدنيا ايه واقفه بنت لذينه، اقول لك ناشفه زي المستشفى. انا شايل الكيس السيليكون ده ب 25. واقفين مستنيين عربيه برضو مش لاقيه، مفيش فايده. ده برية الامن اللي على الناصيه، والبيت ده مهجور، والمتحف الاسلامي هناك ده ملاكي. هنا بقى دلوقتي خدنا بعضنا احنا وسيف الحمد لله، ربنا كرمنا كده ولقينا تاكسي. احنا طلبنا اوبر او درايفر ما لقيناش. درايفر كان يعني عامل تقريبا 70-80 جنيه، فقلنا لبتاع التاكسي فمشيها لنا. فالله المستعان يا رب يكرمنا كده دايما بولاد حلال. فعايزه اقول لكم بقى ايه، ركبنا والشوارع تحفه، الاماكن تحفه. بنات كتير قوي بتقعد تقول لي اسماء خرجينا معاكي، اديني بخرجها. هنا بقى ده عند الجامع السلطان حسن تقريبا على ما اعتقد. يعني عايزه اقول لكم كانت فيه لمه كبيره جدا وهيصه، وبصوا كميه ناس كتيره قوي قوي قوي. فانا بسال ابو سيف قال لي مش عارف، بس انا كنت فاكره ان كان يوم الثلاث اللي فات يا جماعه اللي زي بكره دون ان شاء الله كان مولد السيده زينب. كان مولد بقى وهيصه في مصر وكده. كانت الليله الكبيره كانت يوم الثلاث. عرفتها منين؟ عرفتها من على الفيسبوك عشان انا متابعه جروبات كتيره بتاعت مناطق كتيره. فعرفت. بصوا القلعه من عند جامعه السلطان حسن جميل. نفسي اروح المسجدين دول بجد ازورهم ان شاء الله. بقى اعمل لهم زياره في يوم من الايام واخدكم معايا برضه وافسحكم كده. المنطقه اللي هناك دي مصر القديمه، دي تعد مصر القديمه اللي بناها الفاطميين والمملوكين والكلام ده كله. بصوا مبانيها ودنيتها، حبوا ان هم يعملوا ايه يا جماعه، يعملوا التراث العثماني بتاعهم والتراث الاسلامي ويمجدوه هنا في مصر عشان يحسوا ان هم في وطنهم. فسابوا لنا شويه تحف معماريه غير طبيعيه بجد والله، يعني تحف حلوه. مصر الفاطميه ومصر القديمه، يعني مصر على مر العصور كانت محتله من دول كتير جدا، بس بجد يعني في دول سابت لنا اثر حلو جدا. وحتى الفراعنه سابوا لنا حاجات حلوه. الفراعنه يعني الملوك القدماء، مش فراعنه يعني جبابره. فدي بقى هنا كل ده يا جماعه، لو تتخيلوا ان كل ده مقابر، كل المقابر دي مقابر ملوك وامراء. وشايفين بصوا القبه دي مش مسجد، دي قبه مقبره اللي انتوا شايفينها دي. القبه بتكون لحد ذو منصب عالي في الدوله وقتها، لكن اللي بيبقى مسطح او العادي ده بيبقى عادي. فمن يعني القبه دي بتتعمل لحد ذو منصب وقتها، فيعني امير كبير، مملوك عظيم، او حاجه في منصب معين. فانتوا دايما لما تروحوا هناك اعرفوا المعلومه دي، ان القبر العادي الانسان عادي، والقبر اللي ليه قبه كبيره زي دي بيبقى ليه ايه درجه كبيره في الدوله كان وقتها. جبت لها قصب وسبتها تمصمص، وعملت لي كوبايه شاي بقى، كوبايه قهوه كده، وقعدت في البلكونه. الجو كان حلو جدا جدا والاجواء كانت جميله. وسبحان الله مع انها كانت مغيمه الصبح، بس فجاه الشمس طلعت. اليومين دول الدنيا دافيه جدا، بس سمعت ان الامارات والسعوديه سقعه وبرد وفيهم تلج والحاجات دي كلها، فيمكن الموجه تكون مقربه وجايه علينا. بصوا الحمام اللي هناك ده، بصوا انا بعشق الغروب، اقعد في البلكونه كده وافضل اتفرج على الحمام اللي بيطير والكلام ده كله. ادعوا لي بقى ربنا يكرمني واخلص المطبخ. الراجل كل يوم يقول لي بكره بعد، اصل مش لاقي الماده اللي بلزق بيها، اصل الماده غليت عليا، اصلي عارفين اللي هو ايه، بعذر بس قلقانه. تعالوا اوريكم روفي بقى وهي بتمصمص قصب.